تمام، نكمل مع بعض. يبقى احنا دلوقتي شفنا ازاي بنصرف الفعل في زمن المستقبل. ازاي بقى بصرف الفعل في زمن الماضي الحديث، لو باسي ريسون؟ ببساطة الماضي الحديث بيتكون هو كمان من جزئين، اللي هو فيرب فونير في المضارع زائد دو او دو ابوستروف زائد الانفينيتيف اللي هو المصدر. فبالتالي لازم اكون حافظ فعل فونير. طبعا احنا حافظين فعل فونير، نراجع عليه مع بعض. جو فيان، تي فيان، il elle vient، nous venons، vous venez، il و elle viennent. طبعا حافظينه من الدرس من الحصة الثانية او الثالثة. المهم فونير في المضارع بمعنى يأتي. طب في الزمن ده هيكون بمعنى ايه؟ هيكون بمعنى توا او حالا، يعني لسه حالا عامل الشيء ده. يبقى عندي فونير بمعنى توا او حالا بيجي بعده الفعل في المصدر. يبقى انا كده حطيت الزمن في زمن الماضي. الماضي الحديث يعني لسه حاصل حديثا، يعني من شوية، من دقايق مثلا. زي على سبيل المثال لما اقول جو فيان دو سورتير، انا خرجت توا. هنا هتلاحظ فعل فونير في المضارع وبعده دو وبعده الفعل في المصدر. طبعا المصدر احنا فاهمينه كويس وعارفينه كويس. طب مثال تاني، il vient d'aller à l'école، هو ذهب للمدرسة حالا، يعني لسه رايح للمدرسة دلوقتي، ما بقالوش دقيقتين مثلا راح للمدرسة. مثال تاني، nous venons de manger، يعني أكلنا للتو. هنا هتلاقي فونير دو في المضارع وبعدين فعل في المصدر. ماشي. طب بيسألني في الامتحان على ايه؟ على تصريف فعل فونير، بيسألني عن المصدر، بيسألني عن الدو ديت. فاخد بالي الدو بتبقى بالشكل ده بس لو بعدها مصدر، او لو المصدر بادئ بمتحول بتبقى دو ابوستروف. تمام؟ طيب. وكنا في الزمن المستقبل اللي فات زي ما انت شفت الاسئله كان بيسألني بس على تصريف فعل اليه، او بيسألني عن الفعل اللي هو في المصدر. تمام. طب ده كلام كويس. نفس اللي قلناه في المستقبل هو نفسه في الماضي الحديث، ان الفعل ذو ضميرين لازم السو تتصرف. زي مثلا جو فيان دي مو لوفي، انا نهضت للتو او قمت من النوم للتو. هتلاقي هنا السو اتصرفت مع الجو بقت مو، رغم ان فعل لوفي جاي في المصدر. اتفقنا؟ مثال تاني، نو فونو دي نو بروموني، يعني تنزهنا للتو. نفس الكلام، السو مع الفعل ذو ضميرين اتصرفت مع الفاعل حتى لو الفعل جاي في المصدر. فدي كل القصه. تمام كده انا فهمت يا مسيو زمن المستقبل وزمن الماضي وبعرف احل عليهم. طيب يا مسيو، انا دلوقتي حليت الاسئله اللي على الماضي الحديث في الملزمه وكمان الاسئله اللي على المستقبل القوي. بس وانا بحل انا عارف ان الاسئله دي خاصه بالزمن ده، فحليت على الاساس ده. طب انا في الامتحان هعرف هو عايز انهي زمن ازاي؟ يعني هل عايز الزمن المضارع يعني احنا خدناه في ثالث حصه فان انا اشيل النهايات واحط النهايات اللي انا حافظها، ولا عايز زمن المستقبل بحيث احط فعل اليه والمصدر، ولا عايز زمن اللي هو الماضي الحديث ان انا احط فونير دو والمصدر؟ اعمل انهي؟ ببساطه بنحدد ده من خلال الكلمات الداله. فعندي الكلمات الداله على المضارع، يعني مثلا دي الكلمات الداله في المضارع لازم احفظها، اللي هي مانتينو الان، aujourd'hui اليوم، toujours دائما، comme d'habitude كالعاده. اي حاجه من دولت لو لقيتها في الجمله يبقى معنى كده الجمله دي بتتصرف في زمن المضارع. فاعمل بقى الحاجات اللي احنا اخدناها في ثالث حصه، ان انا اشيل النهايات، مثلا لو اشيلها واحط النهايات اللي انا حافظها مع جي او مع تي او اس والكلام ده. او لو كان مجموعه ثانيه او ثالثه كنا شفنا طريقه ازاي نصرفه. اتفقنا؟ كمان عندي شك بس يجي بعدها فتره زمنيه مفرده، او تو وتوت يجي بعدها فتره زمنيه جامع، واللو واللي بيجي بعدها يوم. يعني امثله على الدولت مثلا اما اقول شاك جور يعني كل يوم، او مثلا بدل جور او قايل سومين او قايل موا او اقول اني، او مغدي شاك اللي هي موا يعني كل شهر، شاك اني كل سنه، شاك مغدي كل ثلاثاء او كل يوم ثلاث. فالفكره دي كلها لاحظ ان هي فترات زمنيه مفرده وجايه بعد شك من غير محدد، لانك لو فاكر كنا في اول حصه خالص اخدنا شك وقلنا دايما بيجي بعدها الاسم مفرد من غير محدد. تمام؟ فده مثال على شك. طب عندي التو دي بيجي بعدها جمع مذكر، فبيجي بعدها فترات زمنيه، فكده تبقى الفترات دي جمع مذكر، زي مثلا تو لي مغدي كل ايام الثلاثاء، تو لي موا كل الشهور، تو لي جور يعني كل الايام. طب تو ديت بيجي بعدها جمع مؤنث، فتبقى تو لي سومين كل الاسابيع، تو لي زاني كل السنوات. او ان انا استخدم ديت اللي هي لو زائد يوم ولي زائد يوم، زي اقول مثلا لو مغدي كل تلات، لي مغدي كل تلات. فاللي عايزك تعرفه هنا ان الشاك بيجي بعدها فتره زمنيه مفرده، تو
وتوت بيجي بعدها الفترة الزمنية جمع، دي طبعا مذكرة ودي مؤنثة. واللو اللي بيجي بعدها يوم. لو لقيت حاجة من دولت بالشكل ده يبقى ده بيدل على زمن المضارع، تصرف الفعل في المضارع، وهنشوف أمثلة كمان شوية. وقف الفيديو واحفظ دولت دلوقتي يا بطل. طيب الكلمات الدالة على المستقبل عندنا دولت: دومان غدا، بيانتو قريبا، سوسوار هذا المساء، بليتار لاحقا، او بوندون لي فاكونس يعني خلال الاجازه. لو شفت كلمه من دولت هتبقى بتدل على المستقبل، فانا في الحاله دي بقى احط فعل الي في المضارع واحط جنبه الفعل في الانفينيتيف في المصدر. ماشي. طب وناخد بالنا من اللي جاي ده. عندنا دون، احنا خدنا دون الحصه اللي فاتت وقلنا ان هي بمعنى فيه، بس هنا لو جه بعدها فترة زمنية مش هتبقى بمعنى فيه، هتبقى بمعنى خلال وبتدل على المستقبل. عندنا برضو ابخي اللي هي بعد، يجي بعدها فترة زمنية، او ان انا اجيب لي فترة زمنية وبعدها كلمة بروشان اللي هي قادم. لو الفترة الزمنية دي مؤنثة ازود لي بروشان في الاخر او، زي مثلا ديت دون زائد فترة زمنية، جو في فونير دون 5 مينيت، انا سوف اتي خلال 5 دقائق. فهنا هتلاقي دون وبعدها فترة زمنية. ابخي وفترة زمنية زي مثلا جو في فونير ابخي 5 مينيت، انا سوف اتي بعد 5 دقائق. او ان انا اجيب الفترة الزمنية وبعدها كلمة بروشان زي جو في فونير لو موا بروشان، انا سوف اتي الشهر القادم. او ان انا اقول لا سومين بروشين، انا سوف اتي لا سومين بروشين الاسبوع القادم. اتفقنا في دول كمان يا شباب بنحفظهم. لما اشوف كلمة من دولت او صيغة من الصيغ دي يبقى ده بيدل على المستقبل، فاختار الفعل في زمن المستقبل. تمام. طيب اخر حاجة الكلمات الدالة على الماضي. الكلمات الدالة على الماضي احنا عندنا الماضي مشروح بالتفصيل اللي هو الماضي المركب ان شاء الله في الوحدة الثالثة. بس عامة دلوقتي عايزك تعرف الكلمة الدالة دي بس اللي هي إليا زائد فترة زمنية. طبعا الفترات الزمنية اللي احنا شفناهم اللي هي موا وأني وسومين والكلام ده. اتفقنا؟ فهنا إليا بمعنى منذ. بمعنى ايه؟ منذ. هتقولي طب لها معنى تاني اللي هي بمعنى يوجد. لو كان جاي بعدها اسم تبقى بمعنى يوجد، انما لو جاي بعدها مدة زمنية او فترة زمنية تبقى بمعنى منذ. زي مثلا لما اقول إليا 5 مينيت، منذ 5 دقائق. في الحالة دي بقى منذ 5 دقائق يبقى صرف الفعل في زمن الماضي الحديث. اقول جو فيان دو فونير دي كور، انا اتيت من القاهرة. طيب يا مسيو انا حفظت الكلمات الدالة على المضارع والمستقبل والماضي، برضه هحل ازاي والاسئلة هتجيلي ازاي؟ ببساطة يا بطل، شايف فيان دو فونير ديت هيحط لي مكانها نقط ويقول لي اختار بقى ويجيب لي التصريف فعل فونير ده في ال3 أزمنة اللي هي الماضي والمستقبل والمضارع. بختار على انهي اساس؟ بختار على اساس الكلمة الدالة. يعني هنا إليا 5 مينيت ده الكلمة الدالة على الماضي فاختار زمن الماضي. على عكس مثلا لو جايب لي كلمة مانتينو، لو جايب لي مانتينو يبقى ده مضارع هي الآن، يبقى اختار زمن المضارع اللي هو ده جو فيان دي كور، الآن أنا آتي من القاهرة. إنما لو جايب لي كلمة دوما اللي هي غدا يبقى ده بيدل على المستقبل، يبقى اختار من الاختيارات زمن المستقبل اللي هو جو في فونير دي كور، أنا سوف آتي من القاهرة. يعني أنا عايز أقوله لك إن مكان الفعل ده كله بيحط لي نقط ويجيب لي ال3 تصريف الفعل في ال3 أزمنة. يعني هتبص على الإجابات تلاقي الإجابات كلها تنفع. هختار أنهي واحد؟ أحدد بقى الكلمة الدالة واختاره على أساسها. اتفقنا؟ كده يا شباب يبقى خلصنا الحصة السادسة، والحاجات اللي احنا أخدناها في الكورس دي تكفي إن أنت تبدأ المنهج بحيث تبقى فاهم كل جزئية في المنهج. اتفقنا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالتوفيق.